السلام عليكم البنات، جمعة مباركة وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أولا، خلوني نقول لكم اليوم موضوعنا هو تغطية الشيب العنيد ولا الشيب نورمال. المهم نروحوا للشيب العنيد باسكو الشيب نورمال يتغطى عادي، نروحوا للشيب العنيد. اليوم خلوني نقول لكم معلومة بأني الكونت تاعي HAM كوافير اللي كنت نحط فيه الدروس وكان كان واصل ل 46K، راهم بيراطاوه لي وداوه لي وراني بديت من جديد في هذا الكونت. ونتمنى البنات ديروا لي تعاونوني، ديروا لي جيم، ديروا لي ابوني، تبارطاجوا لي الكونت باه يطلع خفيف ونحط لكم الدروس اللي تحتاجوها بيان سور. فوالا، نبدو اولا بالشيب، بتغطيه الشيب تغطيه كامله. البنات نبدو باول درجه، نروحوا درجه درجه. اول درجه اللي غادي نديروها في هذا الفيديو هي ما هي الصبغه الامثل يعني الايديال لتغطيه الشيب العنيد ولا الشيب العادي ولا اي شيب. الصبغه الامثل لتغطيه الشيب العنيد والشيب ويكون لا كولور تاعها ماشي غامقه وماشي فاتحه، يعني كما قلنا امثل. هي الامثل هي الرقم 60 اللي هو رقم 8 فلوريات زائد 61 اللي رقم 11 في الماركه لوغيات. ولا لقيتو 60 لقيتو 600، يعني هذيك روعه، راح تزيدوا تضمنوا تغطيه الشيب العنيد تغطيه كامله. ما لقيتوش 600 يعني هنايا صفرين بعد الفاصله، ديروا واحد العصره تاع هذا تاع الحيادي هذا اللي هو رقم 56 في لوغيات، زيدوا معاه مع بيان سور الاوكسيدون 20 الا كان فيكم الشيب قليل يعني قل من 50%، واوكسيدون 10 الا كان فيكم الشيب بزاف يعني فوق 50%، يعني 70% 100%. يعني الشيب العنيد ديروه 10 اوكسيدون 10 على خاطرش باش ما يعطيكم ديك الحموريه. ما لقيتوش اوكسيدون 10 وكان عندكم الشيب بزاف، قلوا ما ديروش، ديروا اوكسيدون 20 بصح ما ديروش قيس الصبغه قيس الاوكسيدون، قلوا شويه من الاوكسيدون على الصبغه. سي بون، فهمتوني؟ فوالا البنات، ولا خفوا شويه الاوكسيدون 20 فوليوم بالماء، راكو تحصلوا على تغطيه يعني هائله على الشيب العنيد والشيب العادي. هذه بيان سور فيديو الجزء الاول من تغطيه الشيب العنيد. كاين فيديوهات واحد اخرين نزيد نتعمق لكم اللي بغات دير مثلا صبغه، مثلا هذه 703 رقم 32 ولا هذه ولا اي صبغه وفيها الشيب كيفاش تغطي، مع ان تعرفوا كلكم بلي الشيب يتغطى بالطبيعي. يعني اي وحده تبغي دير صبغه واحده اخرى من هادو، شوفي الفيديو الموالي راح نحط لكم ان شاء الله باذن الله كيفاش تغطوا الشيب العنيد ولا الشيب العادي باي صبغه بغيتوها. فوالا.